الكابتن عماد الحوسني رافقه سليمان الزبيدي مراسل برنامج كورة في جدة إلى الطبيب المعالج ليكشف له التشخيص النهائي لإصابته التي أثارت الحديث في الوسط الرياضي وجعلت الأهلاويون يضعون أيديهم على قلوبهم. نشاهد نتيجة الفحص مع الطبيب المعالج للكابتن عماد الحوسني. طمأن الدكتور خالد نعمان أخصائي إصابات الملاعب الجماهير الأهلاوية على إصابة نجمهم المحترف العماني عماد الحوسني، بعد أن أكدت الكشوفات الطبية بأن الإصابة عبارة عن كدمة في العضلة الضامة ويحتاج اللاعب لراحة أسبوعين. وكانت كاميرا كورة قد تابعت كشوفات اللاعب الطبية أثناء تواجده في عيادة الدكتور النعمان، حيث أكد أنه متفاجئ من وجود البرنامج معه، وقال هذا ليس غريبا عنكم، كاشفا خلال حديثه عن هموم الكرة الأهلاوية. أنا ترى انكشفت عليه الآن، طبعا هو قال إنه صار له 4 أيام وكان أخذ إبرتين عند الدكتور في عمان. حسب الكشف الآن من شايف إنه الحمد لله ما في شيء كبير، الحمد لله ما في لا تمزق كبير ولا شيء، والعضلة ما شاء الله قوية. يعني اعتقادي كله مجرد أنا اعتقادي كله تمزق جدا بسيط ومع كدمة في العضلة الضامة حقته. أنا طبعا الآن بشوف الأشعة التردد المغناطيسي الآن بشوفها بالجهاز، وماني شايف أي لا تجمع دم ولا أي شيء بالنسبة للإصابة حقته. صراحة الأوتار كلها كويسة، المفصل عنده ممتاز، ما في أي مشكلة عليه. الرأي أنا بالنسبة من 10 من أسبوعين مع التأهيل والتقوية طبعا، والكادر الطبي النادي الأهلي طبعا ما يحتاج، إنهم طبعا من الناس اللي هم عارفين كيف العلاجات، وإن شاء الله برضه الاتصال بينه وبينهم حيكون إن شاء الله بإذن الله لمصلحة اللاعب، ويرجع إن شاء الله خلال 10 من أسبوعين يرجع الملاعب إن شاء الله بإذن الله. تفاجأت صراحة بلقائكم الحين برا، بس اعتقد هذا متعودين عليه، يمكن ما غريب عليكم صراحة. شكرا. دائما تفاجئوا اللعيبة. في عمان رحت عيادة ضربني براتين، لكن بعد اليوم قاعد فتحت اليوم في حوض السباحة. كابتن احنا لاحظنا خلال الفترة الأخيرة بعد اللاعب من الهدافين الدوري هذا الموسم. يعني كنت في البداية أنت مسيطر على الهدافين، في الفترة الأخيرة هبط المستوى. هل لأسباب معينة من تكتيك من المدرب لسحبك خارج المنطقة؟ لا والله ابدا، تعرف صار تغيير مدربين، وتعرف كل مدرب وتكتيكه والخطة اللي يلعبها في ارضية الملعب، فهذا الطبيعي. بالعكس يعني ما في ابدا بعد، ما في شيء ابدا. بس انا اشوف اهم من هذا كله هو يعني مصلحة الفريق، هو اهم من كل شيء، هو الفوز صراحة. يعني انا بس الحين نحاول احنا الحمد لله نعدل وضعنا في الدوري ان شاء الله. جماهير نادي الاهلي على عيني وراسي كلهم، وهذا بالعكس دافع لي انا كلاعب، بالعكس وهذا حافز لي انا عشان ابذل ان شاء الله في المباريات القادمه كل جهدي ان شاء الله. وانا ما راح من دائما موجود انا مع نادي الاهلي اكيد، يعني ما راح اقصر ابدا ان شاء الله في المباريات، واتمنى ان شاء الله نرجع اقوى واقوى ان شاء الله. والله دوري قوي الحمد لله، ودوري جماهيري، والتنافس فيه من بدايه، اصلا من البدايه في التنافس موجود، والجماهير حاضره في ارضيه الملعب. رحت هناك عياده في عمان، رحت عياده ضربني براتين، ما اعرف شو اسمهن صراحه.